نعطي الكلمه سي شوباني، ربما عنده شي تعقيب على شي افكار اللي وردت في المداخلات اللي سمعنا. ايوه طبعا، لانه انا غادي نسجل بكل اسف بانه غتكون عندنا صعوبه كبيره في البلاد باش نديروا المصالحه يعني الناس مع السياسه. حقيقه يجب ان نعترف بهذا، لان في كل مره كيتاح فيها النقاش بدل ما يكون الاهتمام بالانشغالات وبالخطاب المعني والمطلوب، عندما السيد الامين العام المحترم يعيد انتاج هذا الخطاب الداعشي. احنا قلنا ربما ملي طرح الشيء في الحصيله وفي النقاش البرلماني، ويعني الجميع شعر بديك الحاله التي لا تليق بالخطاب السياسي اللي خلق مصالحه الناس مع السياسه. لانه عندما يتهم رئيس حكومه بان له علاقات وارتباطات مع جهات أجنبية، استخبارات، موساد، الولاء لداعش إلى آخره، يا إما أن الرجل له من المعلومات ما يتجاوز معلومات الدولة، وبالتالي لا بد أن تقع المتابعة من أي جهة معنية بالموضوع، ولأن ذلك لم يقع فهذا يحكم على طبيعة الكلام وقيمة الكلام. اليوم كنعاودوا نسمعوا نفس الخطاب، بمعنى كاين إشكال حقيقي هو اللي كيخلي المجتمع والتطور الديمقراطي والدستوري، وصرت ليه قبل ما سمعت الكلام هذا الآن، هو أن مفهوم الطبقة السياسية يتلاشى، ولا يمكن للمجتمع يظل رهينة لطبقة سياسية. هي جزء من مؤسسات ديال الدولة بكل أبعادها الدستورية، وكل واحد كيعمل شغله. الحكومة، أنا لما قلت سيدريس بأنه يعني التحدي ديال المعارضة في الديمقراطية عادي جدا، عندما تحكم معارضة على أغلبية بأنها فاشلة وعلى حكومة بأنها عاجزة، هذا الخطاب الحدي القطعي النهائي يستبيع وما يستبيع. أما عندما تكون الملاحظات حول الأداء، وهذا هو التدافع الطبيعي في الديمقراطية من أجل ارتقاء الأداء السياسي وخدمة البلد. احنا كنقولوا اليوم بأنه الحكومة في وضع مريح جدا، وعندها مسؤولية سياسية في تدبير العملية الانتخابية، وهذا شيء مهم وجديد في بلادنا، أنه اليوم رئيس حكومة يتحمل المسؤولية السياسية في إدارة العملية الانتخابية. هذا شيء يعني لأن عندنا تحديين في العملية السياسية المقبلة، تحديين أساسيين. عندنا تحدي النزاهة. أعتقد اليوم الدولة بكل مؤسساتها يعني ما يمكن إلا تكون في إطار العملية النزاهة إلى أبعد مدى، لكن اختلالات النزاهة لا ترتبط فقط بالدولة، ترتبط بالفاعلين المتعددين في العملية السياسية. ولهذا من ناحية النزاهة المغرب الحمد لله مشى لقدام. ثقافة الفساد اللي كاينه في العملية الانتخابية، هذاك الموضوع فيه مسؤوليات الأحزاب والمرشحين والى اخره. ثم كاين اشكال المشاركه. النزاهه مهمه لكن ماشي بوحدها كافيه. نعم، نحن اليوم نريد ان نرتقي بالخطاب السياسي، بالممارسه السياسيه، بصوره يعني الفاعلين السياسيين، المؤسسات السياسيه، لكي تنخرط الكفاءات الوطنيه، الموارد البشريه الوطنيه، المواطنين داخل وخارج المغرب، لكي ينخرطوا في العمليه السياسيه. هذا هو الربح، ان نخلق الكتل الحرجه التي تؤدي الى تغيير الواقع، لأن الانخراط في السياسة يستبيعه أيضا توسع في مجال الحريات، وعنده أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية وإبداعية إلى آخره. للأسف الشديد يجب أن نحتاط كفاعلين وكمبتلون بالعمل السياسي من خطاب لا يقدم هذه النخبة السياسية بالصورة التي تجعل فعلا العمل السياسي عملا